السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا رب وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. وأهلا وسهلا بكل مشترك جديد انضم للقناة، وبتحب أتشكركم كتير كتير على دعمكم إلي. الله هيك يجبر بخاطركم يا رب. والله ما بتصدقوا قديش مبسوطة فيكم وقديش فرحانة فيكم، عن جد عن جد. يعني أنا عم ببني عيلة كتير حبابة وصادقة وكتير بيحبوني. المهم إنه بيحبوني وإنتوا، أنا بدي إياكم تتابعوني لأنه بتحبوني إلي. تمام. فالله يجبر بخاطركم يا رب ويعطيكم على هوانيتكم إن شاء الله يا رب. وهون خلينا نبلش بالفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اي والله يا صبايا، بلا طول سيرة جانا صفتين شوكولاتة هدية من معلم جوزي. هلا ما بعرف وين كان مسافر وجاب لنا يعني انه صفتين شوكولاتة. طبعا اول واحد مطيرينه الاولاد ضايقينه، عرفتوا يعني هيك هن دواء بس مو اكتر. فمخلي لي الصفط الثاني اكلين منه شوي كمان، الله يحميهم يا رب. ايه وهيك والله حبيت اعمل فنجان مشان هيك ندوقهم سوا. وكتير فاخرة الشوكولاتة، كتير طيبة. حسيتها بلجيكية عقد ما أنا طيبة. بيقولوا الشوكولاتة كتير طيبة وبتكون مميزة يعني. فما بعرف انتو خبروني بالتعليقات، الشوكولاتة البلجيكية طيبة ولا عادي يعني مثل اي شوكولاتة؟ ايه يا صبايا، وبنرجع للفيديو. رحت وديت ابني على اخته وكنت عم بمنتج الفيديو وهو فوق راسي. ايه اللهم صل على سيدنا محمد. وهيك رحنا نشرب القهوة. طيب ما راح اكلهم كلياتهم، لكل ولد وحدة، ورجعت هون كمان مشان انه رتبهم كلياتهم بصفط واحد وعلبة وحدة يعني وقيم العلبة الفاضية. وانتو احكولي يا صبايا، شو اغرب هدية اجتكن وشو احلى هدية اجتكن وانتو كنتوا كتير فرحانين فيها وكتير مبسوطين فيها؟ هلأ للصراحة انا يعني كان عندي عادي عرفتوه، هو كان جايبه انه هيك يعني. الله يرزقه يا رب. وهون بنرجع لروتين اليوم. اليوم كان بي بس هيك، بس بدي نظف البيت اللي تنظيفه ما بيخلص. اكيد يعني انا شبابيكي كلها على الشارع، بيتي ابوه والشباك صاير كله على الشارع، فالغبرة كلياتها يمكن حكيت بفيديو سابق انه غبرة الشارع كلياتها بتصف عندي يعني، عرفتوا؟ ايه فهيك الحمد لله رب العالمين. اول شي انا بكنس بالمكنسة العادية اليدوية، وبعدين بشفط بالمكنسة الكهرباء لانه شفطة كتير قليل وبحسها ما بتنظف منيح. اي والله يا صبايا، انتو احكولي بالتعليقات قديش بتنظفوا البيت؟ كل يوم كل يوم، يوم ايه ويوم لا مثلا؟ هلا لما يكون عندي طبخة كبيرة مثلا محشي او هيك شي فما بنظف البيت، بلتهي بالطبخة اكتر شي مشان ركز فيها. واحيانا يعني يكون عندي مثلا طبخ قبل بالنهار او تكون طبختي مثلا شوي يعني خفيفة، هيك شغلات يعني طبخة صيفية خفيفة. ف يعني ما بيخلى الامر من تنظيف شوي هيك. هو في تنظيف باليومي يعني، هذا الشيء اجباري روتين يومي ما فينا بلا يعني. فاما التنظيف العميق بما انه صيف وغبرة والشبابيك تضل مفتوحة على الهواء وشوب وهيك، فيعني فيها اكيد يعني بيجي كل نهارين والثالث تنظيف عميق لانه الغبرة كتيرة بهالصيف. اي والله يا صبايا، والحمد لله رب العالمين. وهون كمان بلشت، كانوا البنات راحوا هون على الكورس وضليت انا لحالي تقريبا بالعشرة 11 الصبح هيك شي يعني، وكان الحالة يرسى لها. كان جوزي بهالوقت بيجي مشان يفطر، فقلت يا ربي بس شوي يتأخر بس شوي يتأخر. هو حرام ما بيحكي شي انه اجا ولقى البيت مكركب وهيك. فانا عندي شلون بدي لكم يعني، من غير شر الولاد 3 بيروحوا على الكورس، فبيضل عندي بس الصغير، والصغير كمان كان نايم. هلا من خلال الفيديو بتشوفوه كيف نايم. فالغرفة اللي كان نايم فيها ما دقرتها، خلقت يعني تركتها على حالها لحتى يفيق. فهيك يعني باخد راحتي شوي بالتنظيف هيك بالمسح يعني، وخاصة انه انا في تصوير فكتير بياخد معي وقت يا صبايا والله العظيم. يعني اذا كان الحوسة كلها بتاخد معي مثلا ساعة او نص ساعة، على التصوير بتاخد اكتر من ساعتين اقل شي يعني. في لقطات بتنقص، في لقطات ما لازم تبين يعني، هيك شغلات عرفتوا. فان شاء الله يا ربي انتو هيك تقدروا تعبي وما تحرموني من دعمكم الحلو. اي والله يا صبايا.
فعندي هي السداجة كتير كبيرة وهيك تحسوها دلشة وما خرج تنقام، فبطويها على الطرفين من هون ومن هون، بكنس وبمسح من تحتها وبرجع بمدها لأنها كتير كبيرة وما خرج تنقام يعني. فهيك والله. اللهم صل على سيدنا محمد. وهون بعد ما خلصت تنظيف دقت علي رفيقتي انه بدها تروح تجيب خضرة مشان تعمل محشي، فقلت لها استنيني جايتك، فانه كنت منظفة البيت وانا قايلت لكم انه ما خرج اعمل طبخة كبيرة مع تنظيف بيت. بس انا مو بلشت بالبيت بكير يعني، من 9 بلشت فيه تقريبا على 11 كنت خالصة يعني. فدقت لي هي بالساعة 12 كانوا اولادي هلا جايين من الكورس، عملت لهم الفطور وقلت لهم انه انا رايحة ساعد زمان وراجعة ما بطول. اي والله ما كذبت خبر ورحت. ايه فلما رحت جبت كيليان كوسة وكيليان باذنجان يعني هيك للمحشي، كانوا كتير صغار وطرايا ما احلاهم والله. وعندي يعني انه تبلة المحشي كاملة بالبراد، وانا هيك عم فضي الفريزة يعني، بدي ليفها وبدي زبطها. فطلعت اللحمة وطلعت كل شي من قلبها، الدهنة كمان والعظم اللي بينحط بأرضية الطنجرة. أنا ما صورت لكم بس راح أحكي لكم اللي صار. آه ايه والله. وقعدت عندها بين ما هيك قعدنا شوي، مسكت وحفرتن عندها يعني، حفرت الكوسة والباذنجان كمان حفرتن عندها. فهيك انا كنت مخلصة هون، كان ولادي على وصول، قعدت اعمل لهم فطور بينما يوصلوا. ايه والله. وبعدين رحت شوف الزغرون هون كيف نايم. هلا تعبت، ما قلكن ما تعبت بس ارتاحت نفسيتي، هي المقولة المشهورة عندي يعني. ايه والله. وما كذبت خبر، رحت خليت هون الاراضي لحتى تنشف شوية هيك تركتها شوي تنشف، بعدين برجع بظبط الامور كلياتها. هون حسيت السداجة فيها هيك مثل رمل ناعم او تراب ناعم ما بعرف شلون، فما ارتحت. قلت خليني اعمل لها هيك شفطة خفيفة بالمكنسة انضف يعني. اي والله. بنرجع للفيديو يا صبايا، كل شوي بقطش والحوش. فاللهم صل على سيدنا محمد. قمت والله ورحت لعندها حفرتن وخلصت واجيت. انا كنت مطلعه كل شي من الفريزة قبل ما اروح، فلما رجعت كان كلياتهم يعني دايب وفاكك عن بعضه، وقعدت اعمل محشي. فانا جوزي اجا الساعة 10 فطر وراح، تمام. ما رجع على البيت تقريبا للساعة بالخمسة 6 العصر يعني، فكان يا حرام دايب قلبه من الجوع. اي والله. فاجوا من فوق البناية شم ريحة المحشي صبايا. عن جد عن جد انا جوزي اذا بدك تعملي له مفاجأة واذا بدك تتفاجئي بشي يعني، ما بعرف هلا انتو في نوع من الرجال هيك بالاكل ولا بس جوزي ما بعرف. آه كتير بحب الأكلة المحشي يعني، خاص إذا انعملت وهو ما له خبر فيها وإجا لقاها جاهزة يعني، عرفتوا. ف اللهم صل على سيدنا محمد. لما إجا قال عاملة محشي، قلت له ايه. قلت له ايه، طقيت ضحكة يعني انه ضحكت. كتير فرح وهيك يعني انه انبسط فيه، عرفت. وحسيت حالي انه انا فاجأته بشي حبه هو يعني. صحيح انه هي اكلة محشي بالنهاية يعني، ما تقول والله هدية ولا شغل، بس حسيت انا كتير انبسطت، وبعرفه انا كتير بينبسط بهيك شغلات، وهو انبسط يعني، عرفتوا. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على البساطة، والحمد لله على شيء يعني فينا نفرح حالنا من شيء كتير بسيط والله العظيم. فالحمد لله رب العالمين. وهون يا صبايا خليتكم مع الفيديو لحتى هيك حكيت اللي بقلبي وحكيت اللي عندي كلياتها. فانتوا شاركونا بالتعليقات شو بتحبوا تطبخوا لزواجكم هيك فجأة، شو بتحبوا تغيروا مثلا بالبيت. هلا في بعض الرجال بتحب انه بتغيري بديكور البيت كل فترة والتانية يعني بتحب هذا الشي. في رجال ما بتعني لها هذا الشي يعني، قديش انا بعمل حلو، قديش بعمل جاتو، قديش جوزي ابدا ما بيتاخد فيهم ولا بيحب هذا الشي ابدا ابدا يعني. ممكن بالزور هيك يعني انه بحط له قطعة انه هيك بياكلها جبر خاطر يعني، بس انه بحب انه لا لا ما يعني الاكلات الحلو كلياتها ما بيرغب لا ابدا ابدا. ايوه هيك يا صبايا. ابني جايب هي الكاكاو حليب، عم يعملها مثل البوظة بهالشوب. اي والله.
قلت له هات لا افتح لك اياها انا مشان ما تضرب حالك بالسكينه. وهيك والله خلصت. هلا انا حوض المجلى ما بجلي على طول، بليفه يعني، فبخلص جلي ببخه من هذا البخة وخلاص تمام، وبتركه يعني انه مو ضروري والله ضل يف ضل يف، عرفتوا. وهيك مسحت كمان الليزر تبعيت الغاز، هاي بطبخ عليها كتير كويسة وكتير ريحتني أنا، لأنه ما عندي دوار غاز بالبيت، فكتير أول سنة لما سكنت بالبيت كتير تعذبت. عندي غاز من هدول الكتير الصغار، فبيعل القلب لحتى شوي هيك ها بيسوي لك الطبخة يعني. أما هاي كتير حبيتها، كتير كويسة كانت والله، يعني ايدي ورجلي بالمطبخ ما فيني بلاها ابدا ابدا. وهيك الحمد لله رب العالمين خلصنا روتيننا لليوم، وحكيت معاكم وفشيت قلبي هيك وارتحت لكم كتير كتير. واتمنى اذا فيديوهاتي عم تعجبكم عم بتحبوها يا ريت تدعموني فيها، ويا ريت ما تقصروا معي، لاني كتير كتير انا بحبكم وكتير انا عم بشتاق لكم. وان شاء الله ما اكون انا عم طول عليكم بالفيديوهات، وان شاء الله برجع لكم بفيديوهات جديدة وروتينات جديدة يا رب العالمين. ان شاء الله تضلوا بألف ألف خير كلياتكم يا رب. وما تنسوني من دعمكم الحلو يا صبايا، وتشاركوني بالتعليقات عم بتحبوا الفيديوهات ولا ما عم بتحبوا ولا الفيديوهات. ان شاء الله تضلوا بألف ألف خير يا رب، وبشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. باي باي صبايا.